السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بطريقه كيك شوكولاته تحفه قوي، والكريمه بتاعتها تجنن بجد. يعني ممكن كمان تاخدي الكريمه بتاعتها تحطيها في كاسات او في كوبايات بتتاكل لوحديها جامده قوي. والكيكه بتاعتها برضو من كتر ما هي حلوه وطريه تقدري انت تاكليها لوحديها مع كوبايه شاي. بس تابعيني بقى في الفيديو النهارده، وان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبك جدا. بس لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. دلوقتي اول حاجه هعملها طبقه الكيك بتاعتي. عباره عن ايه؟ هي طبقه اقتصاديه خالص وما فيهاش اي حاجه. انا معايا بيضتين، وطبعا كل مقادير بدرجه حراره المطبخ ببقى مطلعها قبليها. معايا بيضتين، وطبعا في بيض يبقى معايا فانيليا، وكوبايه من السكر. ممكن حبيبات لو حبيباتها ناعمه شويه، مش ناعم يبقى بودر. ومعايا نص كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، وهاخد معلقه كبيره من الخل لان دي بتديها رفعه حلوه كده وبتختلف فعلا في الكيكه. وهاخد 3 معالق كبار هرمي كده حلوين من الكاكاو الخام. ومعايا كوبايتين من الدقيق ولازم يكون منخول، وباكل من البيكنج باودر. ادي مقادير ما فيهاش اي حاجه خالص. اول حاجه هعملها دلوقتي، انا هجيب الطبق بتاعي اللي هبدا اشتغل فيه كده، وهنزل بالبيضتين بتوعي بسم الله كده، وهنزل بالسكر بسم الله، وهنزل فانيليا. عندك فانيليا سايله، فانيليا باودر، اي حاجه عندك هتمشي مفيش مشكله فيها خالص. فانيليا، وهبدا اضرب الكلام ده مع بعض بسم الله. عايزه تحطي كل المقادير في شفشق الخلاط وتشتغلي على طول في شفشق الخلاط برده مفيش مشكله خالص. الاسهل ليكي اعمليه. انا حبيت اعمله بالمضرب اليدوي بحيث ان انا ابين لك برده ان الكيكه دي سهله مش محتاجه اي حاجه. كده هنزل بالزيت، نص كوبايه الزيت كده، وهكمل برده ضرب كده. كده هبدا انزل بكوبايه الحليب بتاعتي بسم الله. هبدا انزل بقى بايه، باقي مقادير كلها، الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو بسم الله. وهنزل بباكو بيكنج باودر كله بسم الله. كده طبعا وانتي بتقلبي، طبعا حطينا الدقيق بقى والبيكنج باودر، حاولي ما تقلبيش في اتجاهين، خليكي في اتجاه واحد. بالراحه بس عشان ايه ما يطلعش بره. طبعا انا في الوقت ده لازم تكوني محضره الفرن بتاعك ومولعاه. انا مولعاه على درجه حراره 180، ما ينفعش تولعيه وتدخلي الفرن الصينيه بتاعتك على طول. بس كده انا خلاص كده الخليط بتاعي بقى كويس. انا هجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن. دي صينيه مقاس 35 في 25، او الحجم اللي هو الوسطاني في الطقم بتاع البايركس. هبدا ادهنه بحاجه بسيطه من الزيت بس عشان ايه يبقى سهل بالنسبه لي ان انا اطلع الكيك بتاعي. كده تمام. هبدا بقى انزل بالكيك بتاعي في الصينيه كده. على فكره وانا شغاله كنت حاطه معلقه الخل، هي ما بانتش في التصوير بس هي ما تنسوهاش، اهم حاجه تحطوا معلقه الخل دي كده بس. انا هدخلها دلوقتي في الفرن على رف الوسطاني على درجه حراره 180. هي تقريبا بتاخد من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، دي بترجع حسب الفرن. خلاص كده انا الكيك بتاعي استوى وسبته لحد ما برد معايا شويه. بصوا قد ايه طريه وجميله جدا، هشه قطنيه فعلا. بصوا ايدي يعني من كتر ما هي طريه ايدي هتنغص فيها. بصوا الجمال، يعني الكيك ده عايز يتاكل كده فعلا، يعني مش محتاج ان انت تحطي عليه اي صوصات. انا هعمل ايه؟ طبعا انا اختبرتها ولقيتها ان هي نضيفه من جوه، عرفت كده ان هي خلاص استوت. انا هبدا اخرمها كده
بسم الله باي شوكه بقى، بعود من الشيش طاووق، اي حاجه موجوده عندك. هنبدا نخرمها كده، مع انها والله مش محتاجه، بس هي التسقيه اللي انا بحطها لها بحس ان هي بتديها طعم احلى. اهي كده. طب انا هزقيها بايه؟ انا معايا كوبايه الا ربع من اللبن، ماشي. حطي عليه اللي يعجبك، عايزه تحطي لبن كده تمام، عايزه تحطي عليه نسكويك تمام، نسكافيه، شوكولاته، كاكاو خام او كاكاو محلى حطيه، عندك جناش شوكولاته اللي موجود عندك ومتوفر حطيه، ما عندكيش حاجه خالص الا اللبن ممكن تسقيه باللبن عادي برضه مفيش مشكله. بس انا بحب احط نسكويك او الكاكاو او الحاجات دي، بحس ان هي بتحلي لي طعمها اكتر، بحس طعمها بيبقى غني قوي كده. هبدا ازقيها كده. هي بصوا اول ما بتنزل هتشرب على طول ان هي طريه جدا اهو كده. هزقيها بايه؟ بالكوبايه الا ربع كلها من اللبن. هتاكليها انت تحسي ان انت بجد انت بتاكلي حته توفطايه، مش بتاكلي كيكه وبس اهو. لو عندك بقى مناسبه او اي ضيوف جايالك هتعملي الكيكه دي بجد هتشرفك جدا. هزقيتها بقى بقيه الكوبايه كلها كده بس. هسيبها بقى لحد ما تشرب الحليب بتاعتها دي كلها، لازم تشرب اللبن ده كله تمام. هسيبها تشرب اللبن بتاعها ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا هعمل الصوص او الكريمه الشوكولاته اللي هنحطها على الكيكه بتاعتي. عباره عن ايه؟ انا معايا كوبايتين من الحليب، هحط عليهم 3 معالق كبار من النشا ويكونوا حلوين كبار، و3 معالق من الكاكاو الخام، و4 معالق سكر، وهاخد معلقه زبده، وعايزه كريم شانتيه نص كوبايه بس. الكريم شانتيه والزبده انا مخليهم دلوقتي لاني مش محتاجاهم. انا اللي هستعمله دلوقتي الكوبايتين الحليب و3 معالق النشا و3 معالق كاكاو و4 معالق سكر. هعمل ايه؟ انا هنزل بمقادير كلها كده بسم الله. هنزل دول الثلاث معالق من الكاكاو كده، وثلاث معالق كبار من النشا كده، وهنزل باربع معالق من السكر كده بسم الله. اربع معالق سكر، وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض. انا هجيب المضرب عشان يبقى سهل بالنسبه لي وهضربهم. طبعا كل ده انا لسه ما حطيتش اي حاجه على النار. هعمل ايه؟ انا هقلبها كويس جدا، اهم حاجه اقلبيها عشان ما يبقاش فيها اي كلكعه لما تخش على النار. هقلبها كويس ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. انا حطيت الصوص بتاعي بصوا على النار وعلى عين متوسطه، حاولي ما تخليهاش عاليه عشان ما تتقلش مره واحده وتكلكع معاكي. انا هفضل اقلب كده بصوا لحد ما بدات تتقل معايا اهي اهو. اول ما تتقل معايا بالشكل ده انا طفيت النار اهي. بصوا الصوص بتاعي تقل ازاي. اول ما تقل طفيت عليها. هعمل ايه؟ هنزل بمعلقه من الزبده. هنزل بايه؟ معلقه من الزبده. طبعا انا ما حطيتش الزبده الا لما طفيت عليها. طبعا الزبده هتدوب وهتسيح في يعني في درجه حراره الكيمه بتاعتي اهو بس كده. هديها تقليبه لحد ما تسيح. هي اول ما بتنزل كده هي سيحت معايا خالص. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هعمل فيها اي حاجه. انا هجيب اي كيس عندك او استرتش اي حاجه وهغطي الوش بتاعها، يعني لازم يبقى مغطيه الوش عشان ما ينشفش. هغطيها لحد ما تبرد معايا خالص وهنبدا نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده انا الكريمه بتاعتي بردت وبقت زي الفل. انا هعمل ايه؟ انا معايا نص كوبايه من الكريم شانتيه وده خام، هنزل بيها كده بسم الله تمام. وهحط حاجه بسيطه من الفانيليا بتديها ريحه حلوه قوي، بس ما تزوديش عشان ما تمررش معاكي. حاجه بسيطه قوي كده، حاجه بسيطه قوي من الفانيليا. وهبدا اضرب الكلام ده كله مع بعض بسم الله. خلاص كده بصوا انا الكريمه بتاعتي كده بقت حلوه قوي وقوامها جميل. بصوا بتتفرد وجميله وزي الفل. هعمل ايه؟ انا هجيب بقى الصينيه بتاعتي بسم الله كده.
طبعا انا سبتها هدت معايا خالص بعد ما شربت اللبن بتاعها. هو مجرد انت هتنزليه عشان هي طريه هتمتص كل اللبن معاكي. هبدا انزل بالكريمه بتاعتي كده بسم الله. على فكره الكريمه دي طعمها تقريبا دانت، يعني هي ودانت واحد. يعني لو حبيتي تعمليها لاولادك كده تحطها لهم في كاسات او في كوبايات هيعجبهم قوي. يعني انا اولادي عجبتهم وعايزين قالوا لي يعني نعملها كده ونحطها في كوبايات، لان هي فعلا طعمها طعم الدانت كده. هنبدا بقى نوزع الكريمه بتاعتي بسم الله كده. طبعا هي كل ما هتقعد في التلاجة كل ما طعمها هيحلو اكتر. يعني اعمليها وسيبيها شويه في التلاجة، ما تاكلهاش على طول. طعمها لما بتسقع بتبقى طعمها حلو قوي. بس كده هنفردها بس كويس. خلاص كده انا خلصت الكيك بتاعي بقى بتاع النهارده. نبدا بقى نقطع الكيكه مع بعضينا بسم الله كده بمنديل ومسحي عشان ما تلغوصي معاكي الكيكه كده. عايزه بقى تقطعيها كبير تقطعيها صغير دي حاجه بترجع لك انت. بس كده نبدا نطلعها كده بسم الله ما شاء الله. بصوا كيك قمر قد ايه، صوص الشوكولاته فيها باينه. نجيب طبق كده بكده. خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.